السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الطبق اللي معايا عبارة عن كمية خضار وفراخ وزيتون اخضر. يلا نشوف الطبق بتاعنا ده بيتكون من ايه. زي ما انا قلت لكم كده، زيتون اخضر ده مخلل، انا مخللاه في البيت. وعندي بطاطس مسلوقة ومقشراها بالشكل ده كده. وعندي حلة على النار فيها فراخ بتتسلق بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين. قطع فراخ بالعظم بتاعها. وكده بقى ايه، انا بسوي الفراخ. وكده بقى ايه، انا هشيل الفراخ كده بعد ما ايه، ما تسوت معايا بالشكل ده كده. كده بقى ماشيين مع بعض اهو، خطوة خطوة، وهنشوف هنعمل ايه مع بعض. خلاص كده شلنا الفراخ بتاعتنا، اي كمية فراخ انت حابة تعمليها. والزيتون بالمناسبة حسب ما انت تحبي، يعني حابة كمية صغيرة حابة كمية كبيرة، زي ما انت حابة وبتحبي طعم الزيتون بتاعك في الاكل. وكده بقى انا حطيت طاسة على النار فيها شوية زيت، ونزلت عليهم بالبطاطس المسلوقة بتاعتي تتحمر. وكده بقى ماشيين مع بعض خطوة خطوة، وبقطع الفلفل الالوان الاحمر والاخضر والاصفر. كده بقى ماشيين مع بعض اهو خطوة خطوة. وكده بقى انا بقطعت الفلفل كله بالشكل ده كده. وكده هجيب بقى ايه، كمان الطماطم هقطعها معاكم بالشكل ده كده. معايا هنا 4 من الطماطم، هقطعها كده مكعبات صغيرة وهركنها على جنب. ومعايا هنا راس توم بايه، بخدت منها كام فص كده صغيرين. ومعايا جزر مبشور. والزيتون الاخضر بتاعي كان بالنوى بتاعه، وانا ايه، بفككه كده وانا ايه شغاله بقلب في البطاطس. بصوا كده تطلع معايا بالسكينه، تطلع بايديا. لقيت الاسهل ايديا، بدات ايه افرغه كده بالشكل ده كده. والخلطة الجزر اللي هي كانت معاه، وشطفته تحت الحنفية. وبعد كده ايه قطعته معاكم كده. ونزلت بقى بالفراخ على البطاطس بالشكل ده كده، وحطيت شوية ملح بسيطة عشان الزيتون بتاعنا حادق، وحطيت فلفل اسود. وكده بقى البطاطس والفراخ يتحمروا مع بعض. وفي نفس الوقت زي ما انتم شايفين كده، انا بقى ايه بشيل النوى بتاع الزيتون. وكده بقى خلصت الزيتون. وكده هحط معلقة صلصة بقى على الوصفة بتاعتي على الفراخ والبطاطس كده، تشوحوا مع بعض والفراخ تاخد لون. ونزلت عليهم بالثوم والبصل. كده ماشيين مع بعض خطوة خطوة. كده احلى طاجن ايه بالزيتون الاخضر. احنا حطينا ايه، حطينا البطاطس، وحطينا ادي الجزر المبشور. ده كان جزر مبشور عندي في الفريزر. وادي الطماطم كمان. شوفوا كمية الخضار اللي اتحطت في الوصفة دي. والفلفل الالوان كله كده مع بعضيه كده زي ما انتم شايفين. وهنزل عليهم بدبس الرمان، معلقة صغيرة كده من دبس الرمان. وكله مع بعضيه بقى، الميكس بتاع دبس الرمان مع الزيتون بيخلي الوصفة دي في طعم تاني. وكده بقى خلصت، قربت اخلص الوصفة، فهضيف بقى الزيتون ياخد تقليب، ياخد كده مع الأكلة ويتقلب مع بعضها بالشكل كده عشان كله يتطعم في قلب بعضيه. وكده بقى ايه، تاخد غلو على النار بالشكل ده كده. وعندي كزبرة خضراء حطيت شوية كده، قصيتهم وحطيتهم فوق الايه الوصفة بتاعتي. حطيت الأوراق بس. وكده وصفتي خلصت. لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب عشان ينزل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.